السلام عليكم. عصيان في جيش الاحتلال والقيادة تصدر بيانا. إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. أفاد مراسل إرتي أن المئات من جنود الاحتياط في الوحدة العملياتية لسلاح الجو الإسرائيلي أعلنوا العصيان ورفضهم الخدمة حتى يتم وقف التشريعات القضائية. وقال الجنود في رسالة أنه طالما استمرت الخطوات الأحادية الجانب للقضاء على النظام الديمقراطي فسوف نتوقف فورا عن التطوع للخدمة الفعلية. وأشاروا في رسالة إلى أن المئات من جنود الاحتياط يعبرون عن احتجاجاتهم من أن التحالف برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يقود عملية انقلاب على النظام، حسب ما نقلت صحيفة يدعو تحرانوت. بدوره أشار جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى أن قياداته ستتعامل مع جنود الاحتياط الذين أعلنوا العصيان عن الخدمة. وقال الجيش في بيان إن القيادة ستفحص كل حالة من حالات عصيان جنود الاحتياط بشكل مستقر، وأوضح أنه سيتم فحصها بشكل فردي وفي سياق قرار عدم الحضور. وفي الوقت نفسه أشار الجيش إلى أنه قرر عدم التعامل مع الالتماسات أو الرسائل أو المشاركة في المظاهرات على أنها حالات رفض، وتشمل التعديلات القضائية المطروحة في إسرائيل إصلاحات لسلطة المحكمة العليا وتركيباتها التي تمنح أعضاء الكنيست نفوذا واسعا على لجنة تعيين قضاة المحكمة، كما تشمل التعديلات قوانين تحمي نتنياهو وأعضاء حلفه من المساءلة القانونية ومنع عزلهم. في الأخير، إذا كنتم من المهتمين بهذا النوع من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتوصلوا بالجديد، وشكرا.